السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بناء على طلب حبايبي الحلوين وصحابي، النهاردة هنعمل طريقة عمل الكعك الناعم الدايب. يلا نقول المكونات معانا والمقادير. معانا كيلو دقيق، 5 نجوم، كوبايتين وربع سمنة نباتي على بلدي، معانا معلقة صغيرة ريحة الكعك، 3 معالق لبن بودرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص كوباية لبن، وربع كوباية مية دافية، ومعانا معلقة صغيرة ريحة الموز. يلا نبدأ بالخطوات بتاعتنا. وأول خطوة هنبدأ بيها وهي أول خطوة هعملها يا بنات، وهي هاخد ربع كوباية المية الدافية، هنزل بالخميرة والسكر واقلبهم مع بعض، وعشان اعمل تيست للخميرة. دوبت الخميرة والسكر مع بعض، هسيبهم على جنب يخمروا. تاني خطوة معايا يا بنات، وهي هجيب الدقيق عليه رشة ملح، هنزل باللبن البودرة والبيكنج باودر وريحة الكعك، واقلب كل السوائل بتاعتي مع بعض. هقلب كل السوائل الناشفة مع بعض. بعد ما قلبتها مع بعض هنزل بالسمنة بتاعتي. هنزل السمنة بتاعتي، دي سمنة نباتي على بلدي. لو عايزة الكعك بتاعك يبقى دايب قوي، خليهم كوبايتين ونص. انا حاطة كوبايتين وربع عشان انا مش عايزاه دايب قوي. وهفضل اقلب وبس بقى الكعك. اهم مرحلة هي مرحلة ان انتي تبسي الدقيق بالسمنة. هفضل ابس الكعك بتاعي بالشكل ده على حد ما الدقيق يتشرب السمنة كلها. كل ما بس الكعك بتاعي كويس يطلع عندي الكعك ناعم. لازم السمنة والدقيق يتبسوا كويس مع بعض عشان الكعكة تطلع معاكي ناعمة. شايفين يا بنات؟ شايفين ناعم ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما بسيت الدقيق مع العجين كويس، هنزل عليه بالخميرة. شايفين الخميرة بتاعتي؟ بسم الله ما شاء الله، خمرت خالص وارتفعت. هنزل الخميرة ومعلقة ريح الموز صغيرة، معلقة ريح الموز، وهقلب بقى. بعد ما نزلت بالخميرة وريح الموز، نزلت بنص كوباية لبن وقعدت اعجن كويس. نعجن يا بنات كده ونلم العجين كله. بسم الله ما شاء الله، ريحته تحفة. اللهم صل على النبي. ما شاء الله يا بنات. نعجن كويس، نلمه بس عشان يبقى ناعم معانا وطري ودايب. شايفين؟ ايوه كده. تعملي كده، ناخد حته اهيت ناعمه ما شاء الله. بعد ما لميت المكونات كلها، شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم ما شاء الله ريحته تحفه. السمنه البلدي عامله شغلها بالشكل ده يا حبايبي كده. وهسيبها بقى، هغطيها تخمر. بعد ما خلصت هسيب الكعك بتاعي يخمر لمدة ساعة. وده يا حبايبي العجين بعد ما خمر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين ريحته تحفة. هنبدأ بقى. شايفين؟ هنكوره كده بالشكل ده ناعمة. عندنا ملبن، نص كيلو ملبن.
انا عجنته بمعلقتين سمنه بلدي وكورته كور صغيره عشان ما تلزقش في ايدي وانا بعمل الكعك، ويبقى معايا ايدي نظيفه وانا بشتغل. هكور كده واقوم عامله بصباعي كده مفرغه من النص، واحط الملبنيه واقفل عليها كده اهي بالشكل ده، واخليها عاليه. عندي صينيه ارص فيها كده، اخد واحده تانية كده بالشكل ده، هجيب صباعي واعمل توسيع وسع واقوم حاطه الملبن عشان يبقى في النص وما يطلعش مني وانا بسوي كده. اخلي الكعكايه يا بنات عليها، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. احطها الصينيه وانا بلفها ما بططهاش، انا عايزاها تفضل عاليه، هخليها عاليه عشان يبقى الملبن من جوه مجوف. لما تيجي تفتح الكعكايه تلاقي الملبنيه مجوفه بالمنظر ده، شايفين كده؟ هنعمل الكميه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، العجينه دايبه ان شاء الله تطلع معانا احلى كعك. فكرتوني بايام العيد كنت عاملاه في العيد، كان تحفه جدا، تحفه تحفه بجد. ده عندي بصامه وعندي المنقاش. تعملي بالبصامه كده بس ما تضغطيش عليها قوي، لازم تبقى برضو عاليه، يا اما تعملي بالمنقاش كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ شايفين يا حبايبي؟ شايفين المنقاش ما عملش في الكعكه، معنى كده ان العجينه بسم الله ما شاء الله مظبوطه. وده الكعك بتاعي يا بنات بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصته عملت نصه بالختامه والنص التاني بالمنقاش. ما شاء الله يا بنات على الكعكايه، حلوه صغيره وعاليه وما شاء الله ناعمه معايا خالص ودايبه. هسيبه بقى لمده ساعه يخمر وبعد كده هدخله الفرن. وده الكعك يا حبايبي بعد ما سبته ساعه يخمر في مكان دافي. دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة لحد ما ياخد. هحطه في الرف، اخر رف على الشبكة، ياخد لون من فوق ولون من تحت والكعكة تستوي. وده الكعك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، اخد تسوية تلت ساعة من فوق وتحت بسم الله ما شاء الله لحد ما استوى، وريحته تحفة جدا والكعكاية دايبة جدا. بصوا يا حبايبي، عايزه اقول لكم ملحوظه، لو عايزه الكعك بتاعك دايب تحطي كوبايتين ونص سمنه بدرجه حراره الغرفه، مش سمنه مقدوحه، علشان ده كعك على البارد. انا ما بقدحش السمنه ولا بسخنها، انا باخدها بدرجه حراره الغرفه او المطبخ واشتغل بيها، علشان لما بعمل السمنه بتاعتي ما بسخنها جامد بتعمل حموضه، فانا ما بحبش الكعك بالسمنه المقدوحه، انا بعمل كعك على البارد. ده اسمه كعك على البارد. يبقى اول حاجه عشان الكعك يطلع معايا ناجح ومظبوط هاخد دقيق 5 نجوم، هيبقى معايا دقيق 5 نجوم مخصص للكعك والبسكوت. تاني خطوه كوبايتين ونص سمنه نباتي بلدي، ويفضل ان انت تبقى مختلطه نباتي على سمنه بلدي. تالت خطوه معايا ان انت بتزوديش السوائل، هي نص كوبايه نص كوبايه اللبن بس، نص كوبايه لبن على كيلو دقيق، ما تكتريش، لان السوائل كل ما بتكتريها سواء لبن او ميه الكعك بيطلع معاكي ناشف.
مش كل ما تزودي السمنه الكعك هيطلع معاكي ناشف، لا ده انت بالعكس، كل ما تزودي السمنه الكعك بتاعك هيطلع دايب جدا، لكن السوائل بتنشف الكعك. يا رب اكون افدتكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. الكعك بتاعنا الدايب، شايفين؟ هفتح واحده، شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله، دايب وتسويه مستوي من جوه وريحته تحفه. وده كان طريقه الكعك على البارد، تحفه جدا وريحته جميله، بسم الله ما شاء الله. كعك ساده، كعك بالسكر، ما شاء الله ريحته تجنن، قلبت عندي الشقه. يا رب اكون وصلت المعلومه لكل حبايبي اللي طلبوا مني حلقه الكعك. كنتم في مطبخ اكل السما، من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. لو عجبتك القناه اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.